هلو فيديو جديد في الجرامر. النهاردة هناخد مع بعض ازاي نخلي شكل الجملة صح. يعني ايه؟ يعني امتى نكتب الحرف كابيتال وامتى نكتبه سمول، امتى الجملة نحط في اخرها علامة استفهام وامتى نحط نقطة، وهكذا. طيب انا لو عندي جملة زي دي، هل هعرف اقراها كويس؟ والله في ممكن حد يخمن وممكن حد ما يعرفش يقراها. طيب ليه؟ لان هي مش صح. ايه اللي فيها مش صح؟ كذا حاجة. طيب نبدأ كده مع بعض. كل كلمة مش منفصلة عن الكلمة اللي بعدها بسبيس، بمسافة، عشان نحدد الكلمة اسمها ايه ونقراها ازاي. طيب يعني ايه؟ يعني الصح بتاعها كده. كده بقت واضحة مع انها نفس الجملة. She is my sister. هي تكون أختي. خلينا she is my sister. كل واحدة من الكلمات دي يفصلها عن اللي بعدها مسافة space، فكده لازم كل كلمة تنفصل عن الكلمة اللي بعدها بمسافة. طيب وإيه كمان؟ أول حرف في الجملة لازم يكون capital. إيه هنا أول حرف في الجملة؟ إحنا عندنا أول كلمة she وأول حرف فيها الS، فلازم يكون capital. She is my sister، الS في she لازم يكون capital. طيب لو قلت هبة is my sister، هبة هنا ال H هو أول حرف في الجملة فبقى capital، ولكن ده لسبب تاني. ايه هو؟ إن أول حرف في أسماء الأشخاص لازم يكون capital، فبقت ال H في هبة capital. طيب لو قلت أي اسم تاني غير هبة، علي، مايا، يونس، لينا، أي اسم هيتقال في أول الجملة لازم يكون كابيتال. طب ولو جه في نص الجملة برضو كابيتال. عندنا أول حرف في الجملة يكون كابيتال، وأول حرف في أسماء الأشخاص كابيتال حتى لو مجاش في أول الجملة. تمام؟ فهبة، مايا، يونس أو أي اسم ما يتكتبش كده، ما يتكتبش أول حرف فيه سمول، لأ، لازم أول حرف فيه كابيتال. طيب وإيه كمان؟ عندنا كمان أول حرف في الأيام يكون كابيتال. زي إيه؟ أي يوم بقى، إحنا أخدنا أيام الأسبوع مع بعض في فيديو كامل، ولكن زي مثلا Friday يوم الجمعة بكتبه كده، مينفعش أكتبه كده والإف فيه سمول، لأ، لازم أول حرف في أيام الأسبوع يكون كابيتال. Friday يتكتب F capital مش small. Thursday يوم الخميس يتكتب ال T capital مش small. فكده لازم أول حرف في أيام الأسبوع يكون capital. عندنا كمان الشهور، أول حرف في الشهور لازم يكون capital. زي إيه؟ زي May شهر 5. ديسمبر، هل ديسمبر ينفع أكتبها كده؟ لا غلط، ديسمبر تتكتب دي كابيتال، دي كابيتال. طيب ايه كمان؟ عندنا كمان اول حرف في اللغات لازم يكون كابيتال. لغات زي ايه؟ انا عندي الانجليش، اللغة الانجليزية الاي لازم تكون كابيتال، مينفعش اشوفها في الجملة اي سمول، لا كده مش صح. طيب وايه كمان؟ والعربي Arabic الاي كابيتال. اوكي. طيب وإيه كمان؟ الضمير أنا I، أول ما أشوفه لازم يكون كابيتال، سواء في أول الجملة سواء في آخر الجملة. الضمير I لازم يتكتب كابيتال، I كابيتال. أوكي. يعني مثلا لو قلت جملة I love my father، أنا أحب والدي، هل ينفع أكتبها كده ال I small؟ لا غلط، لازم الاي تكون كابيتال. اوكي. طيب وايه كمان؟ اول حرف في الدول، دول زي ايه؟ زي مصر ايجيبت، الاي لازم تكون كابيتال، ما ينفعش اشوف ايجيبت الاي سمول وعديها كده، لا لازم الاي تكون كابيتال. زي ايه كمان؟ بالستاين اللي هي فلسطين، البي تكون كابيتال. اوكي. طيب ايه كمان؟ أول حرف في المدن، مدن زي إيه؟ القاهرة مثلا، كايرو، السي تكون كابيتال مش سمول.
لو شفتها برضو كده الكايرو سي سمول تكون غلط، لازم تكون كابيتال. زي مدينة ايه كمان مثلا؟ ألكسندريا، الإسكندرية. طيب الاي تكون كابيتال. مدينة غزة، الجي تكون كابيتال. فأنا كده عندي أول حرف في الجملة كابيتال، أول حرف في أسماء الأشخاص كابيتال حتى لو مجاش في أول الجملة. عندي كمان أول حرف في الأيام والشهور كابيتال برضو حتى لو مجاش في أول الجملة. ده عموما أول حرف في اللغات كابيتال، الإنجليزي، العربي، الفرنساوي، كل ده لو شفتهم في جملة لازم يتكتب كابيتال. طيب وإيه كمان؟ أول حرف في المدن والدول، والضمير I لو شفته في أي جملة لازم أكتبه كابيتال. وإيه كمان؟ زي حاجات كتير قوي بقى هتقابلنا طول ما احنا شغالين مع بعض وهنعرفها. زي إيه؟ الأسماء المشهورة، أماكن مشهورة، جامعات، مدارس، أسماء المحيطات، الأنهار، الشوارع، كل دي بتتكتب كابيتال. طيب يلا كده ناخد مثال ونطبق مع بعض. أنا عندي الجملة دي I study English on Monday. I study English on Monday. هنا في 3 غلطات. ايه هما؟ الأول هي معناها أنا بذاكر اللغة الإنجليزية يوم الاثنين. طيب أول غلطة معانا ايه؟ أنا عندي الضمير I جاي لوحده في أول الجملة وجاي سمول، فده كده أول غلط. تاني غلط English لغة والإي مكتوبة سمول، فده كده تاني غلط. Monday اسم يوم من أيام الأسبوع والإم جاية small، فكده الصح بتاع الجملة I study English on Monday. كل دول capital، I capital، E capital، M capital. أوكي؟ طيب تاني حاجة لازم ناخد بالنا منها واحنا بنكتب الجملة أو بنقرأ الجملة هي الأبوستروفي. الأبوستروفي هنا احنا تعرضنا لها قبل كده في verb to be و verb to have ونفيهم لما بنستخدم not. طيب احنا هنا apostrophe بنستخدمها عند الاختصار. يعني ايه؟ يعني كنا بناخد I am لما بنيجي نختصرها وتكون كلمة واحدة بتكون I apostrophe am، بدل ما كانت كلمتين I am بقت I am كلمة واحدة. She is she is she is she is she is she كلمة وإس كلمة بقت she is، بقت كلمة واحدة كده عند الاختصار. زي ايه كمان؟ we are بقت were، we are كلمتين وبعد كده بقت we apostrophe re بقت كلمة واحدة. و isn't is not is كلمة not كلمة فبقت isn't isn apostrophe t. فكده عرفنا ان apostrophe بتيجي عند الاختصار. طيب ده كده verb to be اللي فات ده كله. طيب احنا اخدناها كمان في verb to have، زي مثلا they have بقت they apostrophe ve كلمة واحدة. اوكي، ده اول حاجة كده عند الابوستروفي. فأنا كده لو عايزة أختصر كلمتين، طبعا مش كل حاجة بتختصر، احنا أخدناها في verb to be و verb to have وكمان استخدامهم مع not، وبرضو هنعرفها واحنا شغالين مع بعض. اوكي. طيب تاني حاجة الكاما. يعني ايه الكاما؟ احنا شفنا الابوستروفي شرطة كده لفوق، بتيجي فوق، انما الكاما بتيجي تحت. هنشوف شكلها دي بتيجي امتى. برضو لو تفتكروا واحنا بناخد في verb to be و verb to have السؤال، فكنا بنجاوب ب yes و no وبعدهم بنحط الكوما، صح كده؟ طيب يبقى الكوما بتيجي بعد yes و no، yes و no بيجي بعدهم كوما.
على طول أول ما نشوف yes و no نحط كوما وبعد كده نكمل الجملة. طيب وإيه كمان؟ بتيجي كمان بعد أو قبل please. please يعني لو سمحت، بعد إذنك. طيب خلينا ناخد مثال كده عشان نفهم إمتى بتيجي بعد وإمتى بتيجي قبل. أنا دلوقتي لو بقولك لو سمحت افتح كتابك please open your book. please open your book يعني إيه؟ لو سمحت افتح كتابك. فأنا قلت هنا please في الأول، حطيت الكوما بعد please. طيب إمتى بتيجي قبل please؟ لو أنا بقولك افتح كتابك لو سمحت، يعني خليت بس لو سمحت جاية في الآخر، فأنا هقولك open your book please. افتح كتابك بعد إذنك أو لو سمحت. حطيت قبل بليز كوما. اتفقنا؟ يعني لو بليز جاية في أول الجملة هحط بعدها الكوما، ولو بليز جاية في آخر الجملة هحط قبلها الكوما. يعني من الآخر كده الكوما بتفصل بين بليز وباقي الجملة. اتفقنا؟ طيب ايه كمان؟ بتيجي عند النداء، بتيجي بمعنى يا. يعني مثلا أنا لو بنادي على حد فأنا بقول يا علي، ما بقولش علي. هي كده في الإنجليش يا علي، فأنا بنادي على حد، فالكومة دي هي يا. أوكي؟ يعني مثلا أنا لو بقول أهلا يا علي، أهلا يا علي، فهقولها إزاي؟ هلو علي، هلو علي. فأنا بعد هلو هحط الكومة، بعد هلو هحط الكومة، لأني بقول أهلا اللي هي هلو، يا علي اليا دي هي الكومة، وعلي أنا خلاص بنادي عليه. وخدتوا بالكوا إن احنا هلو عشان جاية في أول الجملة حطيت ال H capital، وعلي عشان اسم شخص حطيت ال A capital. طيب دي بقى بتيجي امتى؟ قبل أو بعد الاسم. فأنا هنا بقول هلو علي، حطيتها قبل الاسم. طيب امتى أحطها بعد الاسم؟ أنا لو بقول يا هبة انتي عندك كام سنة؟ يا هبة ما سنك؟ فهقول هبة وأحط الكومة how old are you. how old are you. أوكي؟ طيب هل ينفع الكومة أحطها قبل هبة وأقول يا هبة how old are you كده تبقى في أول الجملة؟ لأ طبعا غلط، أنا بنادي على هبة، فهبة اللي جاية في الأول how old are you. طب ينفع بقى أقول how old are you كما بعد كده هبة؟ ينفع تيجي هنا قبل هبة، إنما في أول الجملة كده ومفيش حاجة تفصل بينها وبين الاسم يبقى غلط. يبقى الكومة بتيجي تفصل بين الاسم وبين باقي الجملة زي ما بتفصل بين please وباقي الجملة، يا قبل أو بعد. أوكي؟ طيب اللي بعده عندنا ال question mark، علامة الاستفهام. بتيجي إمتى؟ من اسمها هي علامة استفهام، بتيجي في آخر السؤال، في نهاية السؤال. طيب يعني إيه؟ أنا دلوقتي بصوا الجملة اللي احنا كنا أخدناها في النداء دي اللي هي يا هبة ما سنك أو كم عمرك. فأنا قلت هبة how old are you، أنا بسألها بقول لها انتي عندك كام سنة، انتي عمرك قد ايه. فأنا كده بسأل فحطيت علامة استفهام. طيب زي ايه برضو لما حد يسأل حد، احنا أخدناها في الفيديو بتاع لما تقابل شخص لأول مرة تسأله عن اسمه، فأنت بتقوله what's your name أو what is your name، ما اسمك، ما اسمك. فكده أنا بسأله سؤال فحطيت question mark، علامة استفهام. طيب الفول ستوب بتيجي امتى؟ بتيجي في نهاية الجملة، في نهاية الجملة العادية جدا، أي جملة مش سؤال بحط فول ستوب، نقطة. يعني مثلا أنا بقول لو حد سألني what's your name ما اسمك، أنا ممكن أرد عليه أقوله
My name is نور، وحطيت نقطة. يعني أنا اسمي نور، جملة عادية جدا مش سؤال، وحطيت نقطة. أو لو عايزة أقول she is smart، هي تكون ذكية. she is smart، ف she is smart هحط نقطة. أوكي، جملة عادية مش سؤال. لو تاخدوا بالكوا برضو كل الجمل اللي احنا أخدناها أول حرف في الجملة capital عشان بادئة بيها الجملة. أوكي، وطبعا ما ننساش ال space between words، يعني المسافة بين كل كلمة وكلمة. ده كده عامل أساسي إن الجملة تكون صح. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه punctuation marks، علامات الترقيم. يعني ايه علامات الترقيم؟ يعني ازاي اكتب الجملة صح، ازاي اكتب الجملة صح، سواء الحرف يكون capital او small، امتى احط كوما، امتى احط apostrophe، امتى احط علامة استفهام، امتى احط نقطة في اخر الجملة، وامتى احط علامة استفهام. اوكي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. انا عارفة ان هو ملوش علاقة قوي بالقواعد، ولكن ده ركن اساسي من اللي بيخلي الجملة شكلها صح. لان زي ما اخدنا اول مثال خالص، لو الجملة كلها لازقة في بعضها محدش هيعرف يقراها. طيب لو انا مش عارف الجملة دي سؤال ولا اجابة، فمش هعرف احط علامة استفهام، مش هعرف احط نقطة، مش هعرف ده اختصار ولا دي جملة لوحدها ولا كل كلمة منفصلة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة. See you in the next video. باي باي.